أهلين، كيفكم؟ شو أخباركم؟ هلا وسهلا في فلوج جديد. وقبل ما نبدأ لا تنسون اللايك والسبسكرايب. طبعا أول حاجة أسويها أنا في أي فندق إني أقعد كذا 5 دقايق أطالع من الشباك حق الفندق. الروشن هذا اللي انتم شايفينه على الشبابيك هذا يعتبر من التراث المديني الخاص بالمدينة المنورة. فاحنا دحين نازلين الحرم وأنا مصرة إلا إني أجرب الحركة حقة المصعد هذه، نضغط دبل كليك وينلغي. زي ما اتفقنا جزئية الحرم حتكون بصوت، يعني ما راح أسوي سايلنت. ويلا نبدأ. الله، شوف العصافير. ايش رايك في الليل ولا في النهار احلى؟ المنارات في النهار. شكرا.
Getirmeyi unuttum ben. Turkish. Sakarya. Sen? Karaman, Konya Karaman. Süper. Seni çekeceğim boşan. Farzik olacak şimdi değil mi? Sünnet evet. Sonra farzik. Ezan bitti. Pertamanya iya, kita pertama yang paling terbanyak Islam. Korea yang boleh kejadian. وخلصنا من الصلاة، صلاة الظهر. بعدها رجعت الفندق، أخذت شاور، وبعدها حنروح أماكن كثيرة. اليوم الجدول مزدحم بصراحة، فيبغى لها كذا طاقة وكون مصحصحة. طبعا حطيت هذه إنه رجاء تنظيف الغرفة. تلقون أول ما تنزلون من الفندق الباصات هذه زي الباصات الحمراء حقت لندن، متذكرينها؟ تلقون زيها في كشكات. الشخص أعتقد ب70 ريال،
والصغار يعني تحت 6 سنين مجانا. تاخذ لفة على المسجد النبوي والبقيع، شوفوا المكتوب اللي وجهه قدامكم. فأعتقد مناسبة للسياح خصوصا الأجانب، لأنها توريكم معالم مرة كثيرة. بصراحة كان ودي فيها لكن الوقت داهمنا. هذا ماك قال لك كذا بطراز إسلامي، ما أدري ماك المسلمين ذا. وبعد اتجهنا أخذنا أوبر رايحين على متحف اسمه متحف الصافية أو صافية البستان إن ما خاب ظني، دحين حيبان الاسم إن شاء الله. لفتني في المدينة كلها، يعني كيف أقول لكم، عماير بسيطة، ما فيها بهرجة، ما فيها تكلف في البناء أبدا. وهذا هو المتحف وصلناه. تذاكر، شباك التذاكر تلقونه مقابل فندق زمزم. هذا هو شباك التذاكر، الشخص ب10 ريال، يعني كلنا الاثنين 20 ريال. فكرة الفندق هذا إنه يلخص الخلق من قبل آدم إلين يوم القيامة، يعني متصورين قبل ما يجي آدم عليه السلام جايبين لكم كذا زي عرض 3D أو عرض شاشة يكون في آدم وكيف وخلق الله سبحانه وتعالى، وبعدها موسى ونوح وعيسى، كل الأنبياء أو مو كلهم، نبذة من الأنبياء، لكن اللي ركزوا عليهم هم ال5 أولي العزم، موسى وعيسى وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم ونوح، هم اللي ركزوا عليهم. شايفين الشاشة قدامكم؟ هذه جايبين لكم المبنى يعني من برا وبتفاصيله كاملة، لأنه بصراحة أنا ما لفيت فيه كامل، كان عندي حجز بعدها في مطعم، فبس اكتفيت إني شفت الجزء حق تلخيص رحلة الأنبياء وصولا إلى يوم القيامة. حتى يوم القيامة يوصلون لكم إياه يعني بطريقة تصويرية أكيد. طبعا طريقة المتحف ياخذونكم جروبات، مثلا الجروب الأندونيسيين معاهم مرشد أندونيسي يتكلم نفس لغتهم ويشرح لهم زي كذا. الأشياء اللي قدرت ألقط الصوت فيها حخلي لكم بدون صوت. حتى في زي الآثار، شوفوا هذه أسماء قرش، لو توقفون الفيديو تقدرون تقرون هذه البطاقات الصغيرة فيها شرح، لكن أنا صورت بسرعة عشان ما يلقطوني وأنا أصور. فهذه شوفوا عندكم دي من عنيزة، أحجار بركانية. عندكم هذا الرمال من المملكة العربية السعودية، من كل منطقة جايبين يعني جزئية من الرمل، شوية رمل، ألوان مختلفة، بعضها فيها حصى بعضها ما فيها. وذحين هذا عندكم غار حراء، أو يعني شكل محاكي لغار حراء. بعدها خلونا نشوف النسخة الأولى من المصحف، كان في عهد عثمان بن عفان. فيأتون آدم عليه السلام ثم نوحا ثم إبراهيم بين الناس ويفصل بين الخلائق، وتأتي الملائكة فتتراص صفوفا وتوضع موازين العدالة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. وبعدها خلصت الرحلة، وللأسف بس هذا اللي قدرت إني أصوره لأنه ممنوع التصوير. في أشياء يعني كيف أقول لكم، آثار كثيرة حاطينها، برضو ما قدرت أصورها، لكنها مرة ممتعة مرة ممتعة. الرحلة مدتها 40 دقيقة زي ما قلت لكم، معاكم مرشد يشرح لكم، مهتمين بالتفاصيل اللي جوا بطريقة ما تتصورونها، اهتمام يعني حاجة مي طبيعية بصراحة. عجبني مرة، حتى يوم طلعت متأثرة لأنهم جابوا لكم زي أهوال يوم القيامة، فعلا تعيشون الجو. بعد ما خلصنا، نفس المبنى فيه له أماكن ذهب، في محلات ذهب، فيه له ساعات رولكس حتى موجودة عندهم، في محلات أقمشة، أشياء مرة كثير، لكن أنا ما قدرت إني أطول فيه. على طول بعدها أخذنا أوبر ومشينا. شوفوا كمان حتى الديكور من هنا، نشأة الكون، خلق السماوات، خلق الملائكة، مرة رائع. مستغلين التكنولوجيا صح. اسمه متحف وبستان الصافية. بعدها رحنا بأوبر للمطعم. أوريكم المطعم دحين كيف يجنن، ضروري تروحوا له. بصراحة هذا ما أدري شو هو، لكن لفتني شكله وصورته. اللي يعرف بالله يكتب لنا في التعليقات. المطعم اللي بروح له اسمه تقميرة. تمام. فكرة المطعم إنه هو بيت شعبي، يعني هم أصحاب المطعم هم أصحاب البيت أساسا. بيت شعبي قديم حولوه المطعم. مطعم ما هو يعني غدا، لا، تعتيمة. التعتيمة هي تعتبر زي الفطور،
نواشف ممكن نقول لها، جبن وزيتون على بيض وشكشوكة زي كذا. في حارة مرة شعبية، لو تلاحظون شوفوا كيف الحارة شعبية لكن مرتبة. ذكرتني بحارة جدتي الله يرحمها ويغفر لها. فحتى حسنا كان فيه زي الحفريات، شوفوا هنا شعار الاتحاد رسمين ورسم متقن على جدران الحارة. وهذا هو المطعم، شوفوا كيف بيت شعبي لكن رتبوه مظبوط. دقينا الباب ودخلنا. المطعم فيه له جلسات أرضية، الحين أصور لكم إياها على الأرض، مساند حقت 5 أشخاص وأكثر. وفيه له جلسات أيضا طاولات من 2 ل4 أشخاص. تمام، هذه جلسات 4 أشخاص، هنا جلسات 5 أشخاص، زي مجلس جدة الله يرحمها بالضبط، زيه. وعيوني دمعت صراحة. هذه جلسات 2 أو 3. شوفوا الكتب، متذكرين الكتب دي يا جماعة ولا لا؟ الكتب أبو خطين، هذه هي. طلعونا طبعا إحنا فوق لأنه كنا 2. طبعا الجلسة الأرضية إذا كان حسابك أكثر من 150 ريال تقدر تجلس في الجلسة الأرضية. هم يبيعون معمول وغريبة، فلما اشترينا كمل حسابنا 150 وجلسنا تحت. المكان فيه له تفاصيل مي طبيعية، يجنن. شوفوا كيف، يعني بصراحة ما في كلام يوصف جمال المكان والمشاعر اللي كنت أحسها وأنا هناك. وفسخنا الجزم الله يكرمكم ويعزكم ودخلنا. يعني رجعت الذكريات 25 سنة ورا. شوفوا المراوح كيف، الأشياء القديمة. شوفوا علب حليب النيدو القديمة، حتى حاطين جرايد قديمة، الكاسات فخار، شيء مو طبيعي بصراحة. ونور الشمس كده داخل، يا سلام. ترى المطعم هذا من أهم الأماكن اللي تروحوا لها، لأنه يعني ما هو بس إنه يعطيكم يرجعكم للماضي وكذا. يعني أحس ما أدري، يوم جيت جيل التسعينات حيعرفون مشاعري بالضبط، لأنه تذكرت أيام جدتي الله يرحمها. الأشياء هذه ترى بعضها لحقت عليها، زي الكاسيت هذه لحقت عليه أنا. وجاء الفطور أخيراً. أيوة. احنا طلبنا تعتيمة حجازية، وهي عبارة عن نواشف ومربى فراولة ومربى توت ومربى الورد مع فول وبيض. وطلبت كمان عيش باللحم، والشاي يجيبونه برادي مع ورد على جنب ونعناع وعطرة، كلها خارجية واللي يحتاج يحط. وكمان عريكة ولبنة وحلاوة طحينية سايلة ومكدوس مفروم، شوية خضار مقطعة. مطعم رائع جدا جدا، لا يفوتكم. أي أحد بيروح المدينة ضروري يروح هذا المطعم. ترى الصوص اللي مع العيش باللحم سبايسي شوية، فاللي ما يحب الحار لا يستعمله. أنا بصراحة ما أحب الحار، يعني وجربته وتوهقت فيه بصراحة، لكن المطعم يعني 100 نجمة والله.
وبعدها جانا أخويا بياخذنا إلى مسجد قبة. طبعا هو المرشد السياحي حقنا، أي مكان بنروح له ها بندر وش رايك، يقول لنا أيوة يقول لنا لا. فحلو لما يكون عندكم في المدينة اللي بتروحوا لها شخص كذا ساكن فيها يقول لكم فين تروحون فين تجون. في بعض الأماكن أنا رحت لها وتوهقت بصراحة إني ما استشرته. فلا تعتمدون بس على بحث في التيك توك أو في خرائط جوجل، ضروري تستشيرون أشخاص إذا تقدرون. وجينا هنا مقصد قبة عند مسجد قباء أو قباء أو قبة، النطق متنوع. شيء كده شوي شعبي زي الأسواق قديما. في له كافيهات ومطاعم، في محلات تمور، في محلات عطور، وكمان في محلات للهدايا. حتى بن داود يعتبر سوبر ماركت موجود كذا. في البروشات هذه تجي مرة حلوة للي الأطباء الأطفال ممكن أنهم يستخدمونها، أو هدايا معلمات. في الأكواب جميع الشخصيات حق ديزني مرة حلوة. في كمان مغناطيس حق الثلاجة، أشياء تذكارية وبصراحة ما تلقونها في أي مكان. أنا ما قد شفتها بصراحة في حياتي هذه كلها. في الألعاب هنا والمغناطيس حق الثلاجة على شكل المدينة المنورة، وفي الأشياء على جمل، شيء تاريخي يعني وتراثي. أنا هنا مت عند الشراريب، أحب الشراريب الغريبة، عجبتني مرة، أخذت لي 5 شراريب. وهذه الأشياء التذكارية مرة جميلة تنفع يعني إهداء. تصدقون من يوم ما كنت صغيرة ودي أشوف لعبة زي كذا، هذا اللي راسه يهتز، وأخيرا ذحين لقيتها، ما عمري شفتها في حياتي، وربي يقدر والقاها هنا. هذه متذكرينها؟ جيل التسعينات كلموني، متذكرينها ولا لا؟ صراحة رجعني ذكريات المحل ذا. لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. بعدها أذن المغرب، توجهنا نصلي في جامع قبة. بالله كيف التصوير وكيف الإبداع، كيف بس، والله إني أستاهل أحلى لايك. حطوا لي لايك وسبسكرايب. خلصنا صلاة المغرب وبعدها رجعنا لمقصد قبة. ترى مرة قريب من بعض، يعني يمكن 500 متر بين مسجد قبة وبين مقصد قبة. رجعنا قاعدنا نشرب قهوة في مقهى اسمه كفة. جميل المقهى ذا مرة، يعني أنا حتى في بيتي إذا بسوي الإسبريسو بسوي V60 أخذ البن حقهم. مرة لذيذ البن في الراس، من جد نكهة قوية. عندهم مراهيف اسمها الظاهر ما خاب ظني، مكسرات بالكراميل. أخذت أنا من عندهم آيس لاتيه، وأنصحكم بالبن حقهم، عندهم أكثر من نوع. وبعدها أخذنا عجوة لأمي والعمتي كمان في محل اسمه إرث، العجوة حقتهم مرة ممتازة. وأذن العشاء ورجعنا مسجد قبة نصلي العشاء. وكان بصراحة زحمة المسجد، حسيته أزحم من الحرم، يعني بالقوة لقيت لي مكان. وعلى فكرة مسجد قبة أنا بصراحة معلومات قالوا لي إياها في المتحف. قالوا لي إنه أول مسجد بناه الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة للمدينة. بصراحة المعلومة هذه ما كنت أعرفها، فالمتحف اللي رحت له اليوم فادني كثير، أخذت معلومات جديدة. وتوجهنا بعدها للفندق، وخلص يومنا بسلام وأمان ولله الحمد.
وبعد يوم طويل شاور بارد وجميل. ولا تنسون اللايك والسبسكرايب.